24 لكن من يكون موسى العربي النجم الكبير اللي سجل في كل المباريات في مرمى جماعي هدف الانسان سليم ان شاء الله. لكن عن يعني عبد الله العربي يعني حتى نذكر الاقسام تعرفها الجماهير هو ابو مصر لاعب في المباراه العربيه علي الشوط واحد مع خدمات اربعه. كره لعبد الحميد حميد وزياد حميد وزياد وشوت يا محمد تاخذ الكره الى برافو زياد الشمسان. مرة أخرى يا سيدي يعني أطلب من النظام وأطلب من الأستاذ علي كمسؤول عن البطولة هنا بالشكل ما تمشي بالشكل ما تمشي الجاهد والتابع إلى رمية التماس ربما تذهب إلى ضربة مرمى. الحكم فريد سيزر وسعد أدهم العادة وطرف العادة والأمور 1-0 لمصلحة آل العادة في بطولة حلوة. برافو أبو ذال حكم نقول لكم من سيكون موسى العربي في التاريخ. هذا الرجل الذي يعني وقف أهل الجماهير على قدم واحد وكان من أفضل اللاعبين في فلسطين بصراحة. من يكون عيسى، من يكون محمد، من يكون علي، من يكون الدكتور ياسر، النجوم القدامى اللي لهم تاريخ اليوم عبد المالك وبالتالي من حكم رايح ضربة حرة. افضل مبارياتهم اليوم نتحدث عن اللقاء اتصل على الدير الشهاده يا ابو ربيع ما طلع ابو العربي حارس مرمى كبير بالمناسبه. هذا الرجل يحرص على الملعب بالمناسبه من جديد وبالتالي اموره ممتازه. الى الخلف اضطر الكره مره اخرى لبسوني يحاول في صديه الملعب اليمين يمر هذا التكتيك خطيره الكره خطيره الكره تذهب الى وادي الصقري لاعب القادسيه ويحصل على ضربه يدير يعني بذكاء جدا يعني امتياز لانه اشوف ما يتكلم معهم كثيرا ولا يتحدث معهم كثيرا يقول يرجع بالاشاره وانا انصح الحكم ان يتحدث معهم بالاشاره. لهكذا الشكل تمشي المباراه. اذا ضربه حره غير مباشره ماذا ستفعل يا منصور؟ ربما الامور ذهبت الى غير اخر خط الوسط وخط الهجوم وهنا يعني ربما النصائح تاتي لكل اللاعبين وقد تاتي النصائح مش شايف هذا ابو دان يمر حديث عن هذا اللاعب ربما الاحتراف لكن حتى الان هو في شباب رفح واموره ممتازه مسجل يعني احتراف في الدوري العربي ومتالق جدا واموره ممتازه في خط الوسط. العربي يتقدم وجهاء العربي الان في حاله ممتازه جدا واموره ممتازه والضربه الحره المباشره ممتازه وحميده ممتاز في اللقطه الماضيه وتتخلص بالراس وتوصل مرة للحبيب يحاول يمر من الجهه اليسرى رمزي يلعب الكره